السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة التصوير المصري. معاكم أحمد فتحي. حلقتنا النهاردة من سلسلة سؤال في التصوير، وقبل ما نروح للسؤال صلي على النبي كلنا ناخد الثواب. عندنا السؤال النهاردة من محمد سعيد، بيقول عايزين فيديو شرح مراحل الصورة من أول النقل من الكارت لحد تسليم الصور للعميل. بص، أنا مش عارف أنت عايزه اللي هو يعني أعمل الموضوع قدامك ولا لأ، بس هو الموضوع يعني هقوله لك وانت بتظبطه حسب بقى شغلك ايه او بتعمل فيه ايه، لان انا مش هقدر اعمله على كل انواع التصوير. بتقول من اول، يعني انت اول سؤالك فيه غلطه، اللي هو من اول تنزيل من على الكارت لحد ان انا اسلم للعميل. اول غلطه انك بتسلم من على الكارت او بتشيل الكارت من الكاميرا. نصيحتي الابديه اللي بقولها لكل واحد بيصور من يوم بدايه المجال ده، بعد اذنك ما تشيلش الكارت من الكاميرا. عايز تنزل صور نزلها باليو اس بي، ما عندكش يو اس بي اشتري يو اس بي، لان مشاكل الكروت كتير، خصوصا ان احنا عندنا في مصر مش كل الكروت نظيفه، فما تشيلش الكارت من الكاميرا باليو اس بي ونزل الصور على الكمبيوتر زي ما انت عايز. دي اول حاجه. تاني حاجه، بنزل صور على الكاميرا على الكمبيوتر، بعمل لها فولدر باسمها او باسم الشخص ده، الصور السورس الرو الخام، تمام خلاص. ما بمسحش الصور مع الكاميرا، فوق وركز معايا. ما بمسحش الصور مع الكاميرا، بقى عندي نسختين، نسخه على الكمبيوتر ونسخه على الكاميرا، لان لا قدر الله عشان يبقى عندي احتياطي، الله اعلم الظروف فيها ايه. تاني حاجه، بروح لمرحله الفلتره. في ناس بتفلتر قبل ما تدخل الصور البرامج الايديت، او في ناس بتفلتر من جوه برامج الايديت بتفلتر الصور. انا عن نفسي شخصيا بقوم قاسم الصور نصين. لو انت بتتكلم على افراح، لو انا بصور فرح، بتكلم على الافراح دلوقتي او اشهر مجال اللي بتتكلموا عنه اللي هو الافراح، لو انا بصور فرح دلوقتي بقسم الصور قاعه وسيشن، بخلي السيشن في فولدر لوحده والقاعه في فولدر لوحدها جوه فولدر الصور عادي جدا. وبعمل صور القاعه على اللايت روم، لان اللايت روم منظم وتحسه خفيف كده في ايديت القاعه، وايديت القاعه بيكون الوان واضاءه ونويز ريدكشن والكلام ده. فبدخل صور القاعه على اللايت روم، اشتغل عليها وبخلصها، يعني وقتها ما بيكونش كبير قوي لان الوان واضاءه حاجات مش معقده. وبدخل صور السيشن على الفوتوشوب ده لو انا بصور افراح. ركز معايا، انا بديك مثال على افراح. باخد الصور السيشن على الفوتوشوب، بدخلها على الكاميرا وفلتر، بظبط الاساسيات بتاعتي البيزكس الكلام ده كله بعد ما اكون فلترت من الفوتوشوب او فلترت من بره عادي. وابتدي افتح الصور على الفوتوشوب من بره، اشوف بقى لو هتنظف بشره، لو هتظبط الوان، لو هتعمل حاجه محتاجه الفوتوشوب ما ينفعش تعملها على اللايت روم، هتشيل مثلا حاجه على الارض، هتبدل حاجه مكان حاجه، في حاجه بايظه في الصوره هتظبطها، هتشيل اوكت من مكانها. الايديت اللي هو الريتاتشنج يعتبر، بترتش الصوره لو عايز تديها تون تديها مود الكلام ده كله. بعد كده بخرج الصور كلها في فولدر، وبحاول ممكن احطهم كلهم على بعض او اخلي السيشن في فولدر وبخلي القاعه في فولدر تاني، بحيث ان العميل برضو يبقى عارف الصور دي ايه ودي صور ايه. لو هطبع بقوم داخل بالصور اللي هطبعها، اخش اعمل تقسيمتي على سمارت البوم او على الفوتوشوب، واخد الصور اللي هطبعها واظبط طباعتي واقوم عامل فولدر تاني للطباعه. لو انا هطبع بودي صور للطباعه للمعمل، المعمل بيطبعها خلاص، دي مرحله المعمل خلصت حسب اتفاقك مع العميل. اتفاقك مع العميل في طباعه فانت كده مجبر تقابله عشان هتدي له الطباعه. اتفاقك معاه مفيش طباعه فانت مش مجبر تقابله، انت ممكن تستلمه الصور عن بعد ريموتلي. اللي هو ازاي؟ برفع الصور على منصه من اللي ما بتقللش جوده الصور زي جوجل درايف، الدروب بوكس، لو وي ترانسفير، مواقع على النت برفع عليها الصور بكامل الجوده. يعني لو الصور 2 جيجا ترفع 2 جيجا، لو الصور 5 جيجا ترفع 5 جيجا، مش هقلل الجوده خالص. بس في الحاله دي لازم تكون انت مأمن نفسك ماديا، يعني واخد حسابك قبل ما تسلم الصور. قلت له الصور اترفعت ابعت لي باقي حسابي، ابعت لك الصور. حد معرفه انت عارف انك هتديله الصور هيديك الفلوس، عشان الناس كتير بتقع في النقطه دي، بيقعد يلف حوالين فلوسه كتير. ونصيحتي ليك يعني حاول خلص فلوسك كلها يوم الفرح عشان يعني تبقى ضامن حقك، لان ممكن هو يتشغل بحاجات تانية. ولو ما ينفعش بتاخد عربونه وبتاخد باقي حسابك وقت التسليم او وانت بتسلم الصور عادي جدا. في ناس بتسلم دلوقتي في محافظات تانية غير مصر، الموضوع بيكون صعب ان الطرف التاني يكون فاهم اصلا يعني ايه وي ترانسفير او ينزل او ما عندوش كمبيوتر. في الحاله دي احنا بنسلم على فلاشه او على سي دي. السي ديات طبعا شبه انقرضت، بس في ناس لغايه دلوقتي بتسلم على سي ديات وعندهم سي دي روم يشغلوا عليها الصور. السي دي مش غالي، السي دي رخيص. ولو فلاشه ففي الحاله دي بقى انت بيكون عندك فلاشات بتقدمها للعميل، فلاشه مثلا 4 جيجا بتديها له هديه بالصور، او بتاخد من العميل فلاشه وبتسلمه عليها. وهنا الموضوع بينك وبينه. دي من اول ما خلص السيشن لحد ما اديت للعميل الصور ووصلت له بالسلامه. وبرده ما تمسحش السورس اللي على الكاميرا غير لما تدي للعميل الصور وتاخد بقى حسابك والعميل يكون مرضي تمام. بعد كده امسح اللي على الكاميرا وسيب السورس عندك على الكمبيوتر احتياطي، ما تعرفش بكره في او ممكن تعمل بالسورس ده تاني. يا رب اكون فدتك وجاوبتك زي ما انت عايز. لو عندك اي سؤال سيبه لي في الكومنتات تحت الفيديو هحاول ارد عليك على طول. ما تنسانيش من دعائك، وسلام.